الرحمن الرحيم. كل أكلة بداية، كل بداية حكاية، ومع الشيف جمعة كل الحكاية. أهلا وسهلا بيكم متابعيني وحبايبي الأعزاء. النهارده هصور لكم في عندنا في يوم جديد، في عندنا في عشاء إيطالي النهارده. هصور لكم لايف بقى كل الحاجات اللي عندنا، يعني ما تتصوروش قد إيه الأجواء عندنا هنا جميلة وحلوة أوي 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 بصراحة يعني. هنبدأ بقى مع بعض كده نخش على الجارد مانشين هنا. يعني تشكيلة جامدة جدا من السلطات. هصور أنا بقى زي ما انتم شايفين كده. دي عندنا زبدة، وعندنا بقى ايه تشكيلة سلطات. شايفين البوفيه شكله جميل وعامل ازاي. ده بوفيه السلطة، وطبعا في هنا قرعاية منحوتة وكده. طبعا كل ده بوفيه فري، كله يعني اوبن بوفيه. سلطات بقى بالمايونيز وبالتونه وبالزيتون وبالحمص ومش عارف، يعني مش اقل من 15 نوع سلطه. طبعا في عندنا هنا برضو ايه مرايات معموله زي البيف ويلينجتون كده بارد وكده يعني. طبعا الزبون ليه الحق ان هو بياخد كل حاجه من على البوفيه بدون اي حاجه. عندنا طبعا هنا الكورنر بقى بتاع الزيوت والصوصات بتاعه السلطات، دريسنج يعني دريسنج. شايفين ده كل ده زيوت وسلطات وكده يعني، ودريسنج للسلطات سوري. طبعا عندنا ده بقى الكورنر دوت اسمه فيجن. ده الفيجن دوت اللي هو الناس اللي هم الفيجيتيريان، اللي ما بياكلوش اي حاجه فيها لحوم، ولا بياكلوا حتى بيض ولا لبن ولا زبده ولا اي حاجه جايه من الحيوانات يعني. عندنا جبنه مبشوره وفلفل ده للباستا. طبعا عندنا هنا برضو ايه ستيشن للمكرونه يعني. في عندنا روزوتو ايطالي عشان النهارده يوم ايطالي. في عندنا صوصات للمكرونه، وفي عندنا ايه المكرونه مسلوقه، والشيف اللي واقف بيعمل بقى ايه بيخلط بقى المكرونه بالصوص على حسب ايه الزبون ما هو عايز يعني وكده. هننتقل بقى ايه، ده قسم بقى الفريشات يعني طماطم خيار فلفل جزر مش عارف ايه الحاجات ايه الفريش تتقطع خاص وحاجات زي كده، مع برضو ايه المخللات وليمون وحاجه زي كده. ده ايه ده كورنر كامل كده فيه بقى جميع انواع الخضار ايه الطازه يعني الفريش وكده. في عندنا شرب برضو هنا. في عندنا بيبقى في كل يوم في شوربتين بتبقى محطوطه هنا. عندنا شوربه فاجولي باستا، دي شوربه ايطالي برضو بتتعمل بالفاصوليا البيضاء. في عندنا شوربه منستروني سوب، دي طبعا من اشهر الشرب الايطاليه وكده برضو. عندنا بقى هنا ايه قسم الفاكهه. عندنا الفاكهه بنطلع انواع فاكهه يعني ما شاء الله كتير قوي. عندنا موز، عندنا يوسفي، عندنا كانتالوب وتفاح احمر وتفاح اخضر وبلح وايه تاني متكررين بقى وكده يعني. في عندنا هنا برضو ستيشن بروسكيتا دي ايطالي برضو. بتبقى العيش دوت متحمص، وبيبقى جنبه بقى في ايه اللي هو البيستو صوص وطماطم وجبن، انواع جبن مختلفه. يجي الزبون برضو هو بيعمل لنفسه الحاجه. ده ستيشن البروسكيتا. طبعا شايفين هو لسه البوفيه في بدايته وكده يعني، فالدنيا لسه هاديه عندنا. بس انا هوريكم بقى ايه كم الناس. احنا بنأكل اكتر من 500 واحد. هننزل بقى ايه طبعا هنا بقى ايه الحلو. عندنا بقى تشكيله رائعه بقى من الحلويات بقى. طبعا الحلويات كلها النهارده حلويات غربيه بقى، تارتات وتورت وجاتوهات وحاجات زي كده، كلها سواريهات يعني حاجات زي كده. طبعا اليوم الشرقي بيبقى فيه ايه شرقي وكده يعني. نخش بقى على المفيد اللي هو الايه البوفيه الاكل السخن يعني. طبعا في عندنا هنا ملانزاني، ده السفنديش ده بيبقى فيه تحته ستيرنو، وبيبقى فيه ميه بخار عشان يحفظ درجه حراره الاكل. ده ملانزاني بتنجان وجبنه موتزاريلا وطماطم مع صوص الطماطم. في عندنا لازانيا طبعا اللازانيا كلها معروفه لازانيا باللحمه. في عندنا بطاطس جريتان اوكي. بريجي سينيورا. طبعا الزبون بيفتح وبياخد بكل حريه، هو بيغرف لنفسه يعني. في عندنا البولينتا دي برضو حاجه ايطالي.
بعدين ممكن نبقى نشرح بقى بتتعمل ازاي يعني، مش وقته. في عندنا فراخ كاتشاتورا بتتعمل بقى بالمشروم وبالطماطم وحاجات واعشاب ايطالي وحاجات زي كده يعني. عندنا خضار سوتيه. طبعا انا بصور في نص البوفيه يعني تقريبا، والحاجات اكلت يعني. عندنا رز برضو، رز ابيض هنا. طبعا شايفين البوفيه وجماله وروعته والسيت اب بتاعه عامل ازاي، حاجه يعني حاجه محترمه جدا. طبعا الزبون في عندنا بقى ايه، شوايات بره وستيشن بره، وفي بيتزا وفي حاجات زي كده. شايفين بقى كم الزبائن عندنا ما شاء الله يعني. عندنا الدنيا حلوه قوي، بس اكتر الزباين حابه تقعد بره. عندنا التراس في المطعم بره بيبقى الجو جميل كده بالليل. ده عشان احنا في بوفيه العشاء دلوقتي. ده طبعا ده مدخل المطعم الرئيسي. هنروح بقى على شايفين الزباين، كم الزباين ما شاء الله، كل الترابيزات مليانه. انا عايز اوديكم بقى على الستيشن بتاع بوناسيرا. بوناسيرا سينيور. Buonasera. في عندنا هنا بقى الستيشن بتاع البيتزا. بيتزا بتتعمل لايف هنا قدام الزباين. الشيف طبعا بيبقى واقف قد الفرن، بيجهز البيتزا، ميني بيتزا صغيره كده، بيرميها في الفرن وبيطلعها يحطها هنا تحت المكان ده. بيبقى حر، بيطلع حراره عشان يحتفظ بيها وكده. الزبون بيجي ياخد يغرف لنفسه. طبعا عندنا هنا الزباين طالعين بيحبوا البيتزا جدا جدا جدا. دي حلاوتها بقى ان هي بتبقى طالعه لسه من الفرن لايف على طول. الزبائن بيحبوها كده دايما يعني. طبعا عندنا برضو هنا شوايه فحم، ممكن نصور من جوه افضل. معانا الشيف حبيبنا محمد الجزار، عنده صوص هنا، صوص جريفي، وعنده لحمه روز بيف. طبعا هي مستويه مسبقا، بتتحط برضو في السفنديش هنا، وبيشمعها بقى ايه على الفحم. عندنا الفحم اهو دوت، كل يوم عندنا حاجه مختلفه طبعا على الفحم، بتكون مشويه على الفحم دايما يعني. طبعا اللحمه دي بتتشمع برضو على الفحم وكده، بيوزع للزباين منها ايه اول باول كده. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. الزبون بيجي بيبص يسال ايه ديت، ماشي ياخد، بيجي بطبقه. كارني دي مانزو يعني، كارني بالايطالي يعني لحمه. صح يا جزار؟ الزبون جايب طبقه، بياخد الاكل بتاعه عليه. ممكن لو عايز صوص، عايز زياده، زي بياخد زي ما هو عايز. الكميات عندنا ما فيش فيها اي مشكله خالص. بيحط صوص على اللحمه. وعشان جزار؟ لا ده هو اسمه الجزار، هو مش جزار. ده اسم بس. يا عم رضا، يا بون ابيتيتو. ما ينفعش كده يا عم رضا. حبيبي جزار. طبعا ده التراس بتاع المطعم زي ما انتم شايفين، طبعا في الهواء الطلق مفتوح وحاجه يعني ايه. ده المدخل الرئيسي، الزبون بيجي من هنا بقى بيدخل يتجول زي ما هو عايز، وبياخدوا الاكل طبعا في مفتوح، هم دافعين طبعا مسبقا. ما اقولكوش، بس النهارده يعتبر اللي في عندنا النهارده هادي شويه، ما فيش كتير فيها، بتبقى تيجي زحمه قوي يعني. طبعا الفندق عندنا ضخم جدا، وفي اكتر من ده مطعم من ضمن تقريبا 13 مطعم في المكان يعني. احنا عندنا اكتر من 3000 زبون تقريبا في المكان ده يعني ما شاء الله. هنا برضو في حد بتاع الرحلات، بيرتب رحلات. مساء الخير يا مستر اسلام. مساء الفل، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ الزباين مبسوطه من اكلنا؟ طبعا انت اكيد بيجي لك الفيدباك بتاع الناس وكده يعني. كله تمام؟ طيب الحمد لله. صباح الفل. صباح الفل. مستر محمد مدير المطعم، مساء الفل يا فندم. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ منور معاك. ربنا يخليك يا ريس، تنورك يا ريس. ندخل تاني بقى للمكان المفضل. عايز بس اخش على المطبخ. ممكن نصور المطبخ ولا ممكن نخلي المطبخ في يوم تاني؟ يا شيخ محمد سعد، ظبط لي البوفيه بسرعه، ما تسيبش حاجه تفضل، الله يرضى عليك. اوكي.
طبعا هنا الحاجه اللي بتخلص بتتشال وبتتغير بحاجه على طول. الشيفات شغالين هنا اول باول. طبعا انا الرئيس بتاعهم يعني وكده ايه تشارج عليهم. طبعا بتاع الباستا بقى بيعمل المكرونه. انا عايز اوريكم بس طبق المكرونه. اخد طبق المكرونه وبتظبط لايف على طول يعني كده. يحط في الطاسه ده غير الريزوتو طبعا. معانا الشيف محمود. شيف محمود ايه اخبار الباستا عندك ايه النهارده؟ عندي ريزوتو وصوص سي فود. صوص ايه؟ سي فود. عندنا صوص سي فود دي للمكرونه، وده الريزوتو ايطالي طبعا برضه بيدي للزبون. الزبون بياخد. الدنيا مفتوحه وتمام زي الفل. كله اوبن هنا فري. في عندنا انواع المكرونات اهي جنبه بيسلق برضه اول باول. عنده هنا بالماري بيسلق عليه. بالماري ده ميه سخنه اهي بيسلق مكرونه اول باول يعني كل حاجه ايه معموله لايف اول باول كده. ما فيش حاجه كده يعني. طبعا ده كل ده البوفيه زي ما صورته لكم اهو. يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا الخباز نسيت اوريكم الخباز. عندنا بقى ايه انواع العيش. عندنا العيش الكايزر، عندنا عيش بلدي، عندنا عيش لوف، وعندنا عيش بني وكده يعني. في عندنا بقى هنا حاجه اسمها ايه جلوتين فري. جلوتين فري دي الناس بيبقى عندهم حساسيه ضد دقيق القمح، فاحنا بنعمل لهم عيش زي كده بدقيق مخصوص بقى غير دقيق القمح يعني. وطبعا اليوم حلويات برضو جلوتين فري وكده بتبقى معموله لهم مخصوص. هم بيبلغوا طبعا لان هم بيبقى عندهم حساسيه ضد الدقيق. هنا موضوع الحساسيه ده بصراحه تعبنا قوي يعني. طبعا حبايبي ومتابعين الاعزاء، انا بس ايه حبيت اخدكم جوله صغيره كده داخل المطبخ، اعرفكم بس على ايه الخطوط العريضه لشغلنا، بنشتغل ازاي، بنطلع الدفعات ازاي، الزباين مبسوطه جدا من الاكل يعني. ان شاء الله في فيديوهات ثانيه جايه باذن الله اصور من داخل المطبخ واوريكم الاكل نفسه بيتعمل ازاي، لان احنا عندنا كل يوم في مختلف يعني. عندنا في يوم ايطالي، في يوم ياباني، في يوم حول العالم، في يوم ميديترينيان اللي هو حوض البحر المتوسط، في يوم شرقي، في يوم شرقي مصر. عندنا اكل مصري بيبقى فيه كشري وفيه رقاق باللحمه ومش عارف ايه حاجات زي كده، اكلات مصريه كده. عندنا في تشكيله على مدى الاسبوع ان شاء الله يا رب يكون في بس ايه كده كبدايه. اعرفكم بس بالمكان اللي احنا فيه، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم.